السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة كيف ما تعودتوا معايا دائما ضمن الوصفات السهلة والسريعة. اليوم ان شاء الله بتشارك معكم هذه الوصفة ديال البيتزا السائلة. واحد البيتزا اللي كتوجد دغيا، سريعة في التحضير او ما تحتاجيش كاع تقيسيها بيديك، وكتجي رطبة وهشيشة وبواحد الحشوة اللي كتجي رائعة. بقاو معايا باش نشوفوا الطريقة والمقادير. بالنسبه للطريقه هنا فهي الطريقه سهله بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي ناخذ واحد البول، غادي ندير فيه واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز وواحد الكاس ديال الحليب. انا خديت العبار بكاس العنبه، وغادي ناخذ واحد الفويط الرابط اليدوي. غادي نحرك ديك الخميره مزيان حتى كتنسجم، وضفت معاهم واحد المعلقه صغيره ديال السنيده. المهم انا حركتهم حتى انسجموا ليا مزيان ودابت ليا ديك الخميره. غادي نضيف عليهم هنا واحد الربع ديال الكاس تقريبا ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف عليهم واحد دانون مسوس، وغادي نزيد هنا واحد جوج بيضات. هاد الطريقه كتكون سهله بزاف، ما تحتاجيش تقيسي العجين بيدك كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي هنا غادي نحرك دوك المواد كلهم، ونحرك داك البيض حتى ينسجم ليا مع الحليب. وغادي نضيف عليهم الزعتر. انا ضفت لنا 2 معالق صغار اللي سبق لي نقيتهم وحرك حكيتهم مزيان بيديا. ودرت الملحه اللي غادي تكفيني تقريبا نص معلقه صغيره وواحد شويه ديال البزار. صافي وكنحرك حتى كينسجموا ليا. صافي هنا كنبدا نضيف الدقيق. انا ضفت هنا جوج كيسان عامرين ديال العنبه، وغادي نضيف معاهم ديك الخماره. صافي هنا كنحاول نحركهم مزيان بداك الطراب اليدوي حتى كينسجم ليا داك الدقيق. المهم هنا لا خصني الدقيق غادي نضيفه. انا من بعد ما خلطت الخليط جاني مطلوق شويه، عاود ضفت لي واحد ربع كاس تقريبا ديال الدقيق. المهم هنا كيبقى الدقيق حسب النوعيه، الا كان هكا ما كيشربش غير 2 كيسان غادي يكفاو. صافي من بعد ما حركت داك الدقيق انا غنستعمل هاد الطراب الكهربائي. غنستعملو هكا باش ما يبقاوش ليا دوك الكويرات ديال الدقيق. صافي كنطحنو مزيان بهاد الطريقه حتى كيولي واحد الخليط اللي كيكون رطب. صافي انا من بعد ما وصل هذا القوام اللي بغيت كنغطيه واحد ساعتين تقريبا، باش هكا كيرتاح. قد ما ارتاح كيجي زوين. صافي انا من بعد ما ارتاح ليا داك العجين انا خديت هاد القوالب دهنتهم بشويه الزبده ودرت لهم الدقيق هكا باش ما يلتصقش ليا فيهم داك الكيك العجين ملي طيب. صافي كناخذ هكا حساب 2 معالق كبار في كل اناء. صافي كنحاول هكا نعمرهم، كندير فيهم تقريبا 2 معالق كبار. صافي كندخلهم الفرن اللي كنسخنو من قبل، ولا كندخلهم بارد بحال بحال. كنشعلهم غير من الاسفل حتى كيبداو يتحمروا من الجناب على نار تكون متوسطه. ملي كيتحمروا هكا من الجناب كنشعل ليهم من الفوق. كيف ما كتشوفوا معايا داك القياس اللي درت معكم ديال هاد المقادير خرجوا ليا كميه كثيره. خرجوا ليا 14 بياسه تقريبا. صافي هنا غادي ندوز معكم الحشو. انا خديت هنا غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي ندير فيها واحد 3 البصلات اللي شلطتهم هكا رقاق، وغندير معاهم شويه الزيت، وغادي نحطهم فوق البوطه حتى كتهبط ليا ديك البصله تماما. وغادي نزيد عليها واحد الكميه ديال صدر الدجاج، غير كميه قليله اللي استعملت. صافي غادي نخليها حتى كيدخلها الطياب، كيدخل الطياب داك صدر الدجاج. وغادي نضيف عليه هنا واحد 2 فلفل احمر ولا خضر، المهم اللون اللي كتفضلوا. وغادي نضيف هنا عليه بودره ثومه وشويه ديال البزار وشويه الملح وشويه ديال الخرقوم المدقوق. وصافي كنزيد لهم واحد شويه ديال التحميره. صافي كنخلط داك صدر الدجاج وهاد التوابل مع الفلفل. كنحركهم مزيان حتى كينسجموا ليا وتشربوا ليا دوك التوابل. صافي وكنخليها كطيب مزيان حتى كتشف ليا من السوائل تماما، عاد كنطفي عليها. هنا غنمشي معاكم للصلصه اللي غادي نستعمل في هاد الميني بيتزا. المهم اي صلصه كتفضلوا غادي تستعملوا. انا غناخذ هاد الصلصه الجاهزه، غادي نديرها في واحد الكاسرول، غندير لها شويه الملح وشويه البزار، وغادي نسمها بواحد شويه الزعتر وشويه زيت الزيتون. غادي نحطها فوق البوطه غير هكا كتبدا تغلي. صافي كنطفي عليها. صافي هنا من بعد ما طابت لي هاد الحشوه، غادي نزيد عليها، غادي نسمها بواحد شويه ديال الزعتر ولا اعشاب منسمه الا كانت متوفره كتجي فيها زوينه حتى هي.
هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الميني بيتزا اللي طيبت معكم في الفرن. كتجي رطبه وخفيفه دغيا كتوجد. صافي هنا كنعاود نحطها في واحد الطاوه وكندهنها بديك الصوص. تقريبا كندير فيها واحد المعلقه صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. المهم غادي نديرها في الطاوه اللي غادي نردها للفرن، غير يذوب فيها الفرماج فقط، ما كلشي فيها طيب. الحشوه طيبه وداك الخبز توا طيب، غادي نحطها غير يذوب فيها داك الفرماج. المهم صافي من بعد ما درت فيها ديك الصلصه، غادي ندير فيها واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال داك الحشوه. غادي نحاول نعمرها كامله. صافي من بعد ما درت ديك الحشوه في هاد الميني بيتزا كاملين، غادي ناخذ هنا الفرماج. انا استعملت هنا خليط بين الفرماج. درت فرماج ايدام وفرماج ايمينتال خلطته. وصافي درت واحد الكميه وغادي نزيد عليها شويه ديال الموتزاريلا من الفوق. وغادي ندير فيهم واحد حبه زيتون من الفوق، هكا الزيتون كحل. غادي ندير غير واحد الحبه من الفوق، يبقى التزيين اختياري. ممكن تخليوها هكا بلا ما تدخلوها الفرن، تخليو فيها الفرماج بحال هكا. المهم انا بغيت ندخلها الفران حتى كيذوب فيها الفرماج وكنخرجها. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد ميني بيتزا اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه. هاد الوصفه كتجي رائعه. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي داك الخبز رطب بزاف، كيجي هشيش، كيذوب في الفم وكتوجد بسرعه، والعجينه ما تحتاجيش كاع تقيسيها بيديك. يعني وصفه سهله بزاف. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم والوصفه الجايه ان شاء الله.